السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا في كل مكان، وعدتكم ان شاء الله ان انا هعمل لكم فيديو بسيط اشرح لكم فيه دورة كريبس. فمن خلال الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على دورة كريبس وازاي بنحسب عدد جزيئات الاي تي بي، لان ده الجزء الاهم في الامتحان. اي جزء تاني مقدور عليه، نقدر نذاكره، نقدر نجيب معلوماته، لكن الجزء ده بالاخص فيه مسائل رياضية شوية، او مش مسائل رياضية بالمعنى الحرفي. هو والله العظيم جزء بسيط، ولكن محتاج ان احنا نركز عليه شوية. طيب اجيب لك الموضوع من البداية خالص. في الاول انا كان معايا بلاستيدة خضر. ادي البلاستيدة الخضر بتعمل عملية اسمها عملية البناء الضوئي. البناء الضوئي عكس البناء الضوئي هي الاكسدة. ليه بتقول الكلام ده؟ ليه؟ قال له والله لان انا عندي عمليتين اصلا بيحصلوا في اجسام الكائنات الحية عشان نجيب الانرجي او الطاقة. عملية اسمها عملية البناء، وعملية تانية اسمها عملية الهدم. الاتنين دول بيندرجوا تحت مصطلح مهم جدا اسمه الايض الغذائي. طيب هل الايض ده مهم يا مستر؟ قلنا طبعا مهم جدا، لان العمليتين دول عمليتين متعاكستين، والهدف منهم ان انا اجيب الطاقة اللي جسمي محتاجها. فما فيش ايض غذائي في الجسم يبقى ما فيش طاقة في الجسم. طيب العمليتين دول متناسقين مع بعض؟ قالوا مش شرط، بتفرق حسب الحالة العمرية. يعني مثلا لو كان طفل فده بيكون محتاج معدل البناء، بس مش البناء الضوئي، مش شرط البناء الضوئي، بيكون محتاج معدل البناء عنده أعلى من معدل الهدم. راجل مثلا بيبذل نشاط رياضي أو ست بتبذل نشاط رياضي فمحتاجة معدل الهدم يكون أعلى، لأن الهدم ده هو اللي بيجيب لها الطاقة. طيب يعني العمليتين لازم يحصلوا، مفيش غنى عنهم، لا ما نقدرش ان احنا نستغنى عنهم. تعالوا نشوف كده بكل بساطة الموضوع هيتم ازاي. قال والله لما كنا في البلاستيدة الخضراء طلعت بمركب اسمه مركب الجلوكوز. ادي الجلوكوز معايا اهو. يا جلوكوز انت طاقة ولا مش طاقة؟ قال لي انا طاقة، ولكن مشكلتي ان الخلية غير معترفة بالطاقة دي. يعني ده طاقة ولكن بيسموها طاقة مخزنة، بيتخزن، سواء اتخزن في صورة جلوكوز، اتخزن في صورة جليكوجين، اتخزن في صورة انسولين، اتخزن اسف جليكوجين او سيلولوز. ايا كان صورة الطاقة، انا مش هدفي دلوقتي هو الجلوكوز، انا هدفي ان انا احول جزيء الجلوكوز ده للطاقة المعترف بيها داخل الخلية. ايه هي الطاقة المعترف بيها داخل الخلية؟ قالوا بكل بساطة الطاقة دي بتمثل جزيئات ال ATP. ايه موضوع ال ATP ده دكاترة؟ ال ATP ده هي قاعدة ادينوزين تراي، اختصار لكلمة تلاتة، والبي اللي هي فوسفات. طب ايه الفكرة من المركب؟ قالوا والله المركب ده بيخزن جواه طاقة في صورة روابط كيميائية، ولكن بتكون صورة سهلة الأكسدة، أقدر أكسرها بصورة سريعة. يعني مثلا A B B B، هكسر الرابطة دي بقى معايا طاقة. تمام كده. طيب الواحد اي تي بي ده يا مستر بيعادل قد ايه يعني؟ قالوا والله الواحد ده بيعادل انك ترفع درجة حرارة 1 لتر مية، 1 لتر من الوتر او المية، بتحولها من الحالة السائلة بتاعتها لدرجة الغليان. فدي طاقة عالية جدا، ده الواحد بس. تخيل معايا ان جزيء الجلوكوز ده دلوقتي يا مستر هبدأ احوله ل 38 جزيء اي تي بي. 38 جزيء اي تي بي، مع الاختلاف طبعا اذا كنت في حقيقيات النواة ولا في اوليات النواة. تعالوا ناخد الموضوع بكل بساطة. انا معايا السي 6 اتش 12 و6، ده مين يا دكاترة؟ ده الجلوكوز. الجلوكوز ده هيتحول فين؟ قال انا خرجت منه من البلاستيدة الخضراء، خارج من البلاستيدة. ودرسنا طبعا البلاستيدة وعرفنا ازاي بيتكون، وخدنا فيها حلقة كيلفن، وتحول مركبات ثلاثية لمركبات خماسية، وبعد كده تحول مركبات سداسية فالانزيم الفيرودوكسين، فراجع عليه، احنا عملنا له فيديو قبل كده. طيب رايح البلاستيدة، الوسط اللي في النص ده انا خارج من بلاستيدة رايح لميتوكوندريا، اللي هيحصل فيها عملية الأكسدة. طيب عملية الأكسدة دي عشان تتم، مادام قلت لي أكسدة، طبعا بتوع الكيمياء يقولوا لنا يبقى احنا محتاجين دلوقتي أكسجين. هل شرط وجود الأكسجين في كل الحالات؟ قالوا لا، وركز عشان السؤال ده بيقع في ناس كتير. يبقى أكسدة الجلوكوز أكسدة كاملة، مش محتاجة أكسجين في كل الحالات.
طيب وانت خارج من البلاستيدة رايح للميتوكوندريا مريت بوسط ما ينفعش تجاهله. مين هو الوسط ده؟ قالوا ده السيتوبلازم بتاع الخلية. طب خرجت دلوقتي لسيتوبلازم الخلية رايح للميتوكوندريا، بقول لها يا ميتوكوندريا انا معايا جزيء جلوكوز عايز اكسره واحوله لجزيئات الاي تي بي. قالت لي مش مسموح لك تدخل عندي طول ما انت بالمنظر اللي انت شايفه ده، طول ما انت سداسي الكربون. قلت لها طب ليه؟ قالت لي لان جوه بكل بساطة هيكون مستنيك مركب رباعي الكربون، فلو دخلت بستة كربون يبقى 6 و4 كام؟ 10. ومش هينفع، انا ما بيمشيش جوه الميتوكوندريا غير مركبات اقصى عدد ليها 6 كربون. فبالتالي اول حاجة تفكر فيها انك تحول الجلوكوز اللي هو سداسي الكربون ده الى مركب ثنائي الكربون علشان اقدر ادخل لل4 كربون المستنيين جوه دول. طيب تعالوا نشوف الموضوع هيتم ازاي. قالوا طيب انت دلوقتي واقف فين؟ انا طلعت من البلاستيدة، قالت لي لان عايز ابني جزيء جلوكوز تاني، وبالتالي ما عادش ينفع الجلوكوز يفضل جوه البلاستيدة الا لو كان هيتخزن، وده طبعا الجزء ده مش عليك. طيب بكل بساطة نرجع تاني لجزيء الجلوكوز اللي انا واقف بيه دلوقتي في مكاني موقعي الحالي، انا واقف في سيتوبلازم الخلية. هتعمل ايه؟ قالوا بنعمل عملية تعرف باسم عملية التحلل السكري. سمت سكري لأن الجلوكوز سكر، وتحلل لأن هبدأ أحلل جزيء الجلوكوز ده. تعالوا بكل بساطة ناخدها في السكرينة دي. أنا معايا جزيء جلوكوز 1 2 3 4 5 6، 6 ذرات كربون. لما المركب ده دكاترة نيجي نكسره، أكيد هنكسره من المنتصف من هنا، لأن أنا عارف إن نص الجلوكوز G3B أو البجال أيا كان. فبالتالي انا قدامي هدفي الاساسي ان انا اكسر الرابطه دي. قال لك عشان تكسر فانت محتاج اي تي بي. طب يا مستر انا داخل اجيب اي تي بي ولا عايز اي تي بي؟ قال لك لا، بص كده معايا، هتصرف معايا 2 وهديك 38 او 36 حسب اذا كنت زي ما قلت دلوقتي في حقيقيات او في اوليات. طب واحده واحده كده، دخلت جزيء اي تي بي بهدف كسر الرابطه دي، فتحرر منه طاقة، فتحول إلى ADP اللي هي اختصار أدينوزين ثنائي الفوسفات. فبالتالي هيطلع منه مجموعة فوسفات متحررة. المجموعة دي الجلوكوز ما بيسيبهاش تمشي لوحدها، بيغير عليها، فبيقول لها تعالي نرتبط، فبيرتبط بيها. طب يا جلوكوز انت تعرف ترتبط بأي واحدة؟ قال لي والله أدا 1 2 3 4 5 6، في عندي 6 ذرات كربون اهم، المتاح ان هو يرتبط لإما الأولى أو الستة، فبالتالي هيروح يرتبط بالمجموعة رقم 6. تمام. طيب أقدر أسمي المركب، سميناه طبعا مع بعض في الحصة وقلنا إن هو بيكون اسمه جلوكوز 6 فوسفات. جلوكوز 6 فوسفات، مفيش مشكلة. طيب الهدف الأساسي اللي أنا داخل عشانه ما اتحققش. طيب تعالوا نشوف هنعمل إيه تاني. قالوا دخل جزيء اي تي بي تاني. قبل ما ادخل جزيء اي تي بي تاني انا عندي حته بس اسمها الايزومرات او المشابهه الجزيئيه. ادي المركب الجلوكوز ده مركب حلقي، دي ذرة الكربون رقم 1 2 3 4 5 6 اللي اتكتبت فوق ده يا دكاترة، دي كده اسمها صيغة جزيئية. اما اللي اتكتب ده او اللي اترسم ده اسمه صيغة بنائية. ذرة الكربون رقم 6 ماسك فيها مجموعة فوسفات من هنا، فما بتقدرش تشيلها، فبتنام بيها على جنبها بالمنظر اللي انت شايفه ده بكل بساطة. بندلعها. قال لك هل الشكل ده هو الشكل ده؟ قالوا لا طبعا، غلط كبير جدا في الكيمياء. ده اسمه جلوكوز لكن ده اسمه فركتوز. فتحول معايا دلوقتي من جلوكوز 6 فوسفات الى فركتوز 6 فوسفات. تمام كده. طيب يبقى اول عملية من جلوكوز عادي لجلوكوز 6 فوسفات استهلكت كام جزيء اي تي بي؟ هو واحد بس يا مستر، مفيش غيره. طب تعالوا نكمل عشان بس المكان، فهضطر ان امسح اهو يا جماعة. انا اخر حاجة وصلت لها ان انا معايا دلوقتي جلوكوز او فركتوز 6 فوسفات. شكله ايه؟
شكله عامل كده 1 2 3 4 5 6 ماسك فيه مجموعة فوسفات. عايز اكسر الرابطة دي لسه ما اتكسرش، ارجع ادخل جزيء ATP يطلع ADP يتحرر بيه. هيسيبها؟ لا، هيروح يرتبط بيها من هنا، فتبقى ذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 6 ماسكة في مجموعة فوسفات. فنعمل ايه؟ نسمي المركب اللي قدامنا ده اهو هيكون اسمه ايه؟ دي ذرة الكربون رقم 6 ودي ذرة الكربون رقم 1. قالوا يتحول إلى فركتوز 1 و6 ثنائي، مجموعة ثنائية فوسفات. حلو كده، جميل أوي. طيب بعد كده هضطر أمسح الفركتوز 1 و6 ثنائي فوسفات ده. نعمل معاه إيه؟ قالك بيبدأ يتقسم لنص كربون أهو، هيتقسم من النص من هنا عشان تكون واضحة أكتر. الرابطة دي هتتكسر دلوقتي، فهنا 3 كربون ماسك فيهم فوسفات، وهنا 3 كربون ماسك فيهم فوسفات. المجموعة دي بيطلق عليها ايه في الكيمياء؟ بيطلق عليها G3B، وهنا G3B. يعني ايه G3B؟ يعني 3 ذرات كربون ماسك فيهم مجموعة فوسفات، 3 ذرات كربون ماسك فيهم مجموعة فوسفات. هنا بدأت ان انا اتحول من مركب سداسي الكربون الى مركب ثلاثي الكربون. قربت. طيب اعمل ايه يا مستر في الحالة اللي جاية؟ همسح برضو دي. طيب هنعمل ايه؟ قالوا والله خد مركب واحد اشتغل عليه، وبعد كده النواتج بتاعتك اضربها في 2. بس قبل ده كله انا لسه في التحلل السكري مخلصتش. نهاية التحلل السكري بطلع بحمض اسمه حمض البيروفيك. طيب ده دلوقتي اعمل في ايه؟ قال لي في الخطوة دي يا مستر بيدخل 4 ADP، منهم الاتنين المستهلكين كان معايا 2، وبجيب عليهم 2 كانوا موجودين جوه الخلية. بيدخل 4 ADP يطلعوا 4 ATP. طيب انا كنت صارف كام فوق؟ صرفت واحدة ATP ورجعت صرفت التانية وطلع ب4، يبقى انا كسبت كام؟ الحالة دي طلعت منها ب2 ATP. السؤال يجيلك ازاي في الامتحان؟ التحلل السكري بيطلع كام ATP بصورة مباشرة؟ 2 فقط لا غير. تمام. طب الاتنين التانيين فين؟ ما انت بتقول لي 4، ما انا قلت لك استهلكت 2 فرديتهم تاني رجعتهم تاني. طيب ارجع اكمل. ادي التحلل السكري اخر خطوة فيه ما بيسيبش المركب ده كده، بيدخل على كل واحدة G3B من دي. هغير اللون عشان تكون واضحة. بيدخل على كل واحدة من دي مركب اسمه الناد، وده يعتبر من المرافقات الإنزيمية. المركب ده بيحب جدا ان هو يرتبط بالهيدروجين. ايه الهدف؟ قالك اصل الفرق ما بين الG3B والبيروفيك اللي هيتكون كيمياء يا جماعة. الفرق ما بين الاتنين هي ذرة هيدروجين لازم نسحبها ونتخلص منها. فمين اللي بيسحب الهيدروجين؟ مركب الناد، فيدخل يسحب ناد فيطلع ناد اتش. نفس الكلام هنا، يدخل ناد تطلع ناد اتش. خلي بالك عشان السؤال هيتغير دلوقتي. طيب يبقى في التحلل السكري عشان توصل في الاخر لاتنين بيروفيك اللي هو بيسميها لك البيروفات، طلع معاك كام ناد اتش؟ قال لي طلع معايا 2 ناد اتش. يقول لك ايه؟ من جلوكوز لاتنين بيروفيك، عدد جزيئات الاي تي بي المتحررة بصورة غير مباشرة اللي هم هيطلعوا من ناد اتش دول هنعرفهم دلوقتي. بيطلع 2، ونعرف ان الواحدة منهم بتعادل 3 اي تي بي. تمام كده، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى عملية التحلل السكري كتوتال على بعض لو عايز احسب نواتجها فوق، هقوم جاي هنا هسيب لك النواتج عشان ما تتلخبطش واوقف. عايزك تذاكر لي التحلل السكري بس على الأقل في الحتة دي، في الجزئية دي. بص كده، أنا معايا 4 ATP، كنت مستهلك 2 فكسبت 2. في التحلل السكري لو سألك من جلوكوز للبيروفيك بصورة مباشرة هما الاتنين ATP مفيش غيرهم. طب بصورة غير مباشرة طلع معايا 2 ناد اتش. الواحدة ناد بتعادل كام اي تي بي؟ 3. الاتنين في 3 بكام؟ ب6، يبقى 6 اي تي بي. طب لو عايز اقول لك توتال الطاقة المتحررة سواء كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة في التحلل السكري لحد ما وصلت الحمض البيروفيك، هتقول لي 6 مع 2 يبقى 8 اي تي بي.
يبقى الفرق في السؤال هو بيسأل هل انت محتاجها بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. ده كان بالنسبة لخطوة التحلل السكري. طيب بعد ما وصلت الحمض البيروفيك دلوقتي، انا لو سألتك كم عدد جزيئات ال ATP المتحررة بصورة مباشرة، هتقول لي 2. كم عدد جزيئات الناد اتش، هتقول لي 2. يبقى انت في كده سكيمة معاك او نوتس، ستيك نوتس كده معاك بتكتب فيها النواتج اول باول. بعد ما وصلت يا دكاترة للبيروفيك، اقدر ادخل دورة كريبس. قال لي انت كام كربون؟ قلت له انا 3. قلت له ما ينفعش. طب ليه؟ لان لازم اتحول من 3 كربون ل 2 كربون. ال2 كربون ده بيسموهم اسيتايل، بيسموه اسيتايل. طيب عشان يتحول من بيروفيك، انا همشي بيروفيك 1 وانت بعد كده اضرب النواتج في 2. هاخد بيروفيك 1. يا بيروفيك عايز ادخل دورة كريبس، قال لي لازم تفقد كربون. طيب تخيل كده معايا، هيفقد الكربون على هيئة ثاني اكسيد كربون. طب هو الجلوكوز كان ايه اصلا؟ قالوا الجلوكوز كان سي و اتش. طب بالله عليك انا فقدت في السي والاو، ينفع اسيب الاتش؟ قال لك لا، دخل عليها ناد، تطلع ناد اتش. العملية دي بيسموها عملية تهيئة البيروفيك. يبقى في عملية تهيئة حمض البيروفيك هل بفقد طاقة؟ لا، بس الفقد بيتم في مين يا دكاترة؟ في ثاني أكسيد الكربون. فقدت كربون وهيدروجين وأكسجين. فقدت صورة ثاني أكسيد الكربون، أدا أول واحد. يبقى من جلوكوز لبيروفيك مفيش فقد في ثاني أكسيد الكربون، كل الفقد كان في إيه؟ في ذرات الهيدروجين. طيب هنا فقدت اول فقد في ثاني اكسيد الكربون من عند البيروفيك. العمليه دي بتسمى بتهيئه البيروفيك. هل تحرر طاقه؟ تحرر طاقه فعلا، لكن بصوره غير مباشره. اللي هو كام؟ اللي هو الناد اتش ده، هاخده وابدا احلله برضه يطلع 3 ATP. طب انت معاك كام بيروفيك؟ 2. فبالتالي نفس اللي حصل ده هعمله في البيروفيك التاني. خلاص كده. طيب بعد ما وصلت لان انا بقى معايا حمض البيروفيك، عملت له عملية تهيئة. طيب انت البيروفيك لما تهيأ بقى كام كربون؟ قال لي بقى 2 كربون يا مستر. ال2 كربون رحت بيهم للميتوكوندريا، قالت لي مش هينفع. ليه يا ميتوكوندريا؟ قالت لي احسن انت محتاج حد يشيل دول يدخلهم جوه. مين بيظهر معايا؟ مرافق اسمه مرافق الانزيم الف، كو دوت اي، جاي من كلمة كوبريشن اللي هو التعاون. طيب يتحد 2 كربون مع المرافق الانزيم ده فيتكون مركب اسمه اسيتايل. مين الاسيتايل؟ ال2 كربون. طب ده اسمه ايه؟ مرافق انزيم. فيبقى اسمه اسيتايل مرافق الانزيم الف. يعمل ايه؟ ياخد ال2 كربون يحدفهم جوه الميتوكوندريا وينتهي دوره لحد هنا. عامل زي مدرب الفريق، ياخد اللعيبه ينزلهم الملعب وهنا مأموريته بتنتهي. طيب يا مستر، هنا بقى اول سؤال نسأله، هل في اكسجين ولا ما فيش اكسجين؟ الميتوكوندريا لو ما عندهاش اكسجين تقف لحد الاسيتايل او تقف لحد حمض البيروفيك وبتبدا تعمل حاجه اسمها عمليه التخمر، سواء كان كحول او حمض هنعرفه مع بعض دلوقتي. فبالتالي لحد العمليه دي ما فيش مشكله. طيب في اكسجين؟ قالوا في اكسجين. يلا بالله عليك بسرعه. طيب معايا كام؟ قالوا معانا بكل بساطه معايا 2 كربون اللي هو الاسيتايل. مستنيهم جوه في الميتوكوندريا 4 كربون. يتكون مركب 4 و2 6، 6 كربون. ادي ال6 كربون. ايه ده؟ ده جلوكوز؟ قالوا لا مش جلوكوز. المركب ده دكاترة يعرف باسم حمض الستريك. حمض الستريك. طيب يا ستريك انت كام كربون؟ قالوا 6 كربون. هتعرف تعمل حلقة كلفن، دورة كريبس آسف؟ قالوا هنعرف نعملها. طيب خلي بالك بقى، تعرف دورة كريبس باسم دورة حمض الستريك لأنها ما بتبدأش غير لما يتكون حمض الستريك. ده دليل إن تكون حمض الستريك كان دليل على وجود الأكسجين. طيب خدت الستريك وقالوا يمر حمض الستريك بعدة مركبات وسطية، الهدف منهم إن نحصل على جزيئات تسمى أو مركبات تسمى بمركبات الناد اتش، ومركبات تانية اسمها الفاد H2. دي مركبات طاقة بيوديهم لسلسلة نقل الإلكتروني يتحولوا لطاقة. تعالوا نشوف ايه اللي يحصل. أول حاجة الستريك كام كربون؟ قالوا 6 كربون. نغير اللون. قالوا 6 كربون. ادي الستريك 6 كربون.
يفقد ثاني اكسيد كربون. طيب احنا متفقين فقدت في السي والاو لازم افقد في الاتش، فبالتالي المركب اللي هيتكون هيبقى 5 كربون اهو. طيب فقدت في السي والاو يبقى لازم ادخل ناد تطلع ناد اتش. ادي اول واحده ناد اتش طلعت معايا يا مستر. طيب 5 كربون، هل ده المركب اللي انا عايزه؟ قالوا لا، خلي بالك انت هتمر لحد ما ترجع تقعد تمر بعدة مركبات وسطية لحد ما اللي انت خدته ده ترجعه تاني. من اللي انا خدته كان ال4 كربون، فال6 كربون لما يتكونوا الهدف الاسمى ان انا ارجع ل4 كربون تاني. تعال نشوف. يلا ال5 كربون اسمه الكيتو جلوتاريك، بس الاسم الحمض مش عليك، مش مقرر عليك، ما علينا. يا 5 كربون، قال لي نعم يا مستر. قلت له لازم نرجع ل4 كربون. قال لي خلاص نفقد ثاني اكسيد كربون. فقدت في السي والاو لازم افقد في الاتش. من حبيب الاتش الناد تدخل ناد تطلع ناد اتش، يبقى دورة كريبس ده التانية في الناد اتش اهي. يبقى كده لحد دلوقتي طلع معايا 2. طيب انا فقدت في الكربون، ما عدتش 5 كربون، بقيت كام كربون؟ قالوا بقيت 4 كربون. يا 4 كربون، قال لي بس خلاص ما عدتش تيجي يا مذرات الكربون خلاص. طب ليه؟ لان ده اللي انا كنت داخل بيه، بس في زيادة في الهيدروجين. طيب في الخطوة دي بيدخل مركب تاني اسمه الفاد، زميل الناد، ولكن الناد بترتبط بهيدروجينة واحدة، أما الفاد بيتربط بذرتين هيدروجين، يدخل يسحب 2. يقول لك أنا ولد هرتبط ب2. طيب يا فاد، أول مركب للفاد يطلع أهو. قال لك استغل وجودها مستر أنا قوي، ودخل اي دي بي كانت موجودة تطلع اي تي بي. دورة كريبس على بعضها كلها اللي احنا شغالين فيها دي ما بتطلعش غير واحد اي تي بي بصورة مباشرة. تمام كده. طيب لما افقد في الهيدروجين ببقى 4 كربون زي ما انا، مفيش اي حاجة. طيب طب ما ترجع المركب لأصله. قال لي لا، لسه معاك زيادة في ذرة هيدروجين واحدة. مين يدخل يسحبها؟ الناد، تطلع ناد اتش. تمام. يرجع المركب 4 كربون الأصلي اللي أنا كنت داخل بيه. أدي دورة كريبس بكل بساطة. طب تعالى كده بالله عليك هعمل لك ريفيو سريع كده. بص كده معايا اللي أنا طلعت منه من دورة كريبس. من دورة كريبس ببيروفيك واحد، كنت داخل بواحد بيروفيك. النواتج دي كلها تتضرب في 2، طلعت ب3. اهو يا جماعة اغير لك اللون. طلعت 3 ناد اتش. وطلعت بفاد اتش 2. وطلعت بواحد اي تي بي بصورة مباشرة. سهلة سهلة. ده منين؟ ده من عند ما تكون الاسيتايل من البيروفيك. طيب انت هتدخل باسيتايل واحد صح، بس الجلوكوز مع 2 بيروفيك مش واحد، فبالتالي الدورة دي هتتم كم مرة على جزيء الجلوكوز؟ قال لي هتتم مرتين، بس نص الجلوكوز يدخل الاول والنص التاني يدخل بعدين، بيروفيك يدخل وبعد كده ندخل البيروفيك التاني. فبدل ما اقعد اعيد لك اللي انا شرحته تاني، اضرب النواتج دي كلها في كام؟ في 2. فبالتالي يجي لك السؤال، لا اما يسألك من بيروفيك فتبقى دي نواتجك، النواتج دي، لا اما يسألك من جلوكوز ويرسم لك رسمة. طيب لو سألك من جلوكوز هتقول له 2 في 3 بكام؟ يبقى 6 ناد اتش. طيب كام فاد؟ يبقى 2 فاد اتش 2. طب كام اي تي بي بصورة مباشرة؟ 2 اي تي بي بصورة مباشرة من جزيء الجلوكوز. طب تعالوا ناخد كام سؤال وهنلاقي الدنيا سهلة خالص. تعالوا كده نجمعهم. بصوا يا جماعة، الناس اللي مركزة كده من الأول خالص، أنا لو جيت أجمع النواتج بتاعتي كلها معايا من تهيئة البيروفيك، من التحلل السكري، كنت أول حاجة طالع ب2 اي تي بي بصورة مباشرة لو هجيب جزيء جلوكوز كامل. ومعايا في دورة كريبس 2 اي تي بي برضو على جزيء جلوكوز بصورة مباشرة. تمام كده. يبقى كده كام؟ 4 اي تي بي. طيب في حلقة كريبس أو في دورة كريبس البيروفيك الواحد مطلع 3 ناد، يبقى الاتنين مطلعين كام؟ 6 ناد اتش. طب كام فاد؟ هيبقى 2 فاد اتش 2. ده مين؟ طب كام اي تي بي؟ انا كتبت الاي تي بي بصورة مباشرة هنا اهو. طيب بالله عليك ناقص حاجة واحدة، تهيئة البيروفيك كانت بتطلع كام ناد اتش؟ 2 ناد اتش.
اهي دي الناس بتنساها، دي بتاعة تهيئة البيروفيك. تمام كده. طيب اللي قدامك ده الستة، بقول لك الواحدة ندمن ده هي بندخلها على حاجة اسمها سلسلة نقل الإلكترون عشان تفقد ذرات الهيدروجين دي. النات بتقول انا عايز اخلص من الهيدروجين يا مستر بالله عليك، والفات بتقول خلصني من الهيدروجين يا مستر. طيب وبعدين اخلصها من سلسلة اسمها سلسلة نقل الالكترون. بس ما علينا الوقت، قبل ما ادخل على سلسلة نقل الالكترون انا عايز احسب لك ال 38. 6 و4، اسف هنقول 8 ناد اتش. انا بمسح ليه؟ لان ده دورة كريبس 6 ناد اتش. تمام كده. طيب ده في تهيئة البيروفيك، وده في دورة كريبس. حلو. 2 و2 4، 3 في 6 18. من ده بيطلع 3 ATP، زائد ده بيطلع 2 ATP، يبقى 4. ده بيطلع 3 ATP، 2 في 3 ب6. تعالى نحسب. 6 و4 10، 10 و18 8، 10 و18 28. تمام كده. امسح الحتة دي كمان. احنا قلنا 4 هنا اهم يا دكاترة، 4 ATP. تاني بيمسح. طيب هعمل لك فيديو تاني نحسب فيه عدد جزيئات ال ATP.